بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز بلبن زي اللي بناكله في المحلات الكبيره، خاصه المحلات اللي في اسكندريه اللي بنحب نروحها عشان ناكل الرز بلبن بتاعها. هو رز بلبن بالايس كريم. بجيب كوبايه من الايس كريم البودره، بيتباع عند خامات الحلويات، بيتباع بالكيلو. بحط عليها كوبايه من الحليب وبضربهم مع بعض بالمضرب، مضرب يدوي مضرب كهرباء اللي موجود عندك استعمليه لغايه ما بيبقى قوامه بالشكل ده كده، بيبقى اخف من الكريم شانتيه بشويه. بعد كده بقى هاخد الايس كريم بتاعي، طبعا اغطيه كويس واحطه في الفريزر عشان يجمد، لان انا عايزه استخدمه بولات. على بقى ما بيجمد الايس كريم بتاعنا هنبتدي بقى نعمل الرز بلبن. الرز بلبن احنا بنجيب 5 معالق من الرز مغسول طبعا كويس جدا، 5 معالق اللي هما بتوع الاكل. هنغسل الرز كويس قوي ونضيف له كوبايه من الميه ونسيبه ينقع فيها لمده ساعه. في ميه النقع دي او الرز زي ما هو كده ما بنصفيهوش، الميه اللي هو اتنقع فيها بنسويه بيها، بنرفعه بقى على النار بميته وبنحط له ربع معلقه من الملح. الملح ده بيديله طعم حلو قوي وبيظبط الطعم بتاعه. كل ده وهو على النار لغايه ما الرز بيتشرب الميه بتاعته. وبعد كده بنضيف له كوبايه من السكر، كوبايه اللي هي المعياريه دي، او طبعا السكر بيبقى بالنسبه لكم حسب الرغبه. نراعي طبعا ان الايس كريم فيه نسبه سكر، فنراعي النقطه دي. بنحط بقى بعد كده بعد ما الرز يتشرب الميه والسكر نحط له كوبايتين من الحليب. طبعا الحليب يكون حليب جاموسي دسم كامل الدسم. ده طبعا بيبقى طعمه احلى بكتير من العلب والاكياس والازايز اللي هو المبستر. بنجيب بقى كوبايه من اللبن برضو او نص كوبايه، بنحط معلقه نشا لكل كوبايه لبن حطيناها على الرز. احنا حطينا كوبايتين يبقى نحط معلقتين من النشا. طبعا نراعي ان اللبن بتاعنا ما يكونش سخن، يكون ساقع تماما، والا النشا بتاعتنا هتكلكع في اللبن. هاجي بقى وهو على النار، خلاص الرز بتاعي استوى، هضيف له بقى النشا وهو على النار برضه اقلبه شويه، اقلبه تقليبتين كده لغايه ما يبتدي يتقل معايا بشويه، ويكون خلاص بقى كده اتاكدت ان هو الرز بلبن او الرز بتاعنا استوى تماما. انا عايزه حبيبات الرز تبقى مستويه، ما تبقاش بتقرش كده وجامده. اقلبه بقى مع النشا لغايه بقى ما القوام بتاعه بيتقل. بعد كده بنضيف له معلقتين من الكريمه. لو ما عندكيش كريمه ممكن تاخدي اللي هو وش اللبن ده اللي بتحوشيه وتحطيه عليه، هيديكي نفس النتيجه بالظبط. هنحط معلقتين كريمه ونحط معلقه كبيره من جوز الهند. وجوز الهند ده حلو قوي في الرز بلبن لانه بيديله قوام وبيديله طعم. ومعلقه من الفانيليا السائله، لو ما فيش فانيليا سائله خلاص بنستعمل الفانيليا البودره العاديه. هنقلب بقى كل ده هو على النار. وبعد كده بقى زي ما انتوا شايفين الرز استوى خالص، بنطفي بقى عليه هو بالقوام ده كده. طبعا كل ما بيبرد كل ما بيتقل، انا مش عايزاه تقيل قوي عشان لما اجي اغرفه ما يبقاش يعني، يبقى عايزينه سايل زي كده، لانه كل ما هيبرد كل ما هيتقل. فما نطفيش عليه بقى وهو تقيل، نطفي عليه وهو خفيف شويه. نعبيه بقى في اطباق او علب بالشكل ده. وبعد كده باجي بقى بعد ما بيبرد خالص بحط عليه بولة من الايس كريم. طبعا الايس كريم لازم يكون ايس كريم فانيليا عشان خاطر يمشي مع اللبن اللي احنا عاملينه. بحط بقى المكسرات والزبيب بتاعي على الوش. عايزين تحطوا فول سوداني اللي انتوا عايزين بقى تحطوه، وشوية جوز الهند. وده كده بيبقى شكل الرز بلبن بالايس كريم. عايزه اقول لكم بقى يعني طعمه رائع. الايس كريم بيديله طعم كده كريمي وجميل، والطبق ده بيبقى حلو قوي في الصيف وفي الشتاء. يا ريت بجد تجربوه لانه طعمه خطير جدا، وهيحسسكوا وانتوا بتاكلوه ان انتوا كده قاعدين في اجواء اسكندريه اللي بنروح كنا بناكل فيها الرز بالايس كريم. طبعا انتوا لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.